ما تقولش ليا في رمضان ما غتاكلش الشباكيه. الشباكيه غندوي عليها اليوم بطريقه صحيه وبالقافيه. اول حاجه كنديروا ليها كنطيبوها في الزويته روميه، ومع درجه الحراره العاليه الكربوهيدرات والاحماض الامينيه غيكونوا ليا مواد سميه لي زاكريلاميد اللي غيديروا ليا اضرار صحيه. ومنين كتخرج هذيك الشباكيه المقليه كنشدها وكنديرها في واحد العسيله من السكريات البيضاء، بزاف ديال السكر. صاحبي شد الشباكيه ديالك وديرها في الفران في درجه حراره عاليه، غتقرمل بلا ما تاخذ الزيت الروميه اللي كتطلع عليها السعرات الحراريه، كتولي قنبله دريه. وغتزيد الوزن ماشي بشويه. رمضان ديال ناكل ماكله نقيه ونقص من القليان بشويه. الا قدرتي دير عسيله طبيعيه. عارف ان الشباكيه غتولي مقيومه غاليه، بلاص من ناكل بزاف ديال الشباكيه ونعرقها سعرات حراريه، ناكل شويه ديال الشباكيه نقيه وما نزيدش عليها اضافات كيميائيه بحال هذيك التصفيره الكارثيه. الشباكيه لابد منها نحيد القليان نديرها في الفران ونحيد السكر ونحاول ندير عسيله طبيعيه، وبلاص من ناكل بزاف ناكل غير شويه. وما تنساش تعطينا شي كومونتير بالقافيه، بارطاجي ليا هاد المعلومه الصحيه مع صحابك ومع الفاميليه، واكي عاون ربي.